السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أصدقائي وصديقاتي. النهاردة هنحكي عن الراجل اللي عاش مع عفريت مراته 6 سنين. ايه اللي حصل؟ سامح نزل من البيت متخانق كالعادة، لأن كان عنده مشاكل كتير بينه وما بين مراته. اتصل بصديقه أقرب الناس ليه خالد، وقال له يلا يا خالد تعالى هعدي اخدك بالعربية. خد بعضه سامح وعدى على خالد، خده بالعربية. نزلوا الاتنين عشان يتمشوا في مكان وسامح يهدي أعصابه شوية من المشكلة بتاعة البيت. مين اللي كان بيعمل المشاكل في البيت؟ أكيد هما الاتنين في اختلافات بينهم. وهما ماشيين وسامح ماشي على سرعة جامدة جدا، فوجئ بعربية نقل قدامه دخل فيها. محسش بحاجة طبعا هو وصاحبه. لما فاق وهما بيشيلوا بيخرجوا من العربية بص وبيدور على صاحبه وبيقول لهم صاحبي خالد. قالوا له بس اوعى يلا اخرج انت. خدوه ودوه على المستشفى وكان خلصان طبعا. الحادثة كانت شديدة قوي وكانت كبيرة فعلا، وقعد في المستشفى. بس للأسف فقد عينيه، لأن الإزاز بتاع العربية اللي قدام البرابريز بتاع العربية بتاعته اتكسر كله ودخل في عينيه بوظها. عملوا له عمليات كتير. كل ما يفوق يسأل على صاحبه يقولوا له صاحبك مش لاقيينه، انت كنت لوحدك في العربية. يقول انا لوحدي ازاي، انا كان معايا صاحبي. قالوا له لا انت كنت لوحدك في العربية. اتضايق وقعد فترة في المستشفى. ويوم خروجه مراته راحت خدته، جابت له عربية وخدته وروحته على الشقة. قعد في الشقة طبعا لا عارف يشتغل ولا عارف يعمل حاجة، لأن هو خلاص يعني كان عنده عجز، فما بقاش قادر ان هو يتحرك ولا يروح يشتغل ولا اي حاجة. هي قالت له احنا عندنا اللي يكفينا من الفلوس، وانا برضو هساعد، انا عندي شغلي وعندنا فلوس هتكفينا وهنعيش حياة كويسة وما تشيلش هم حاجة. بقت تجيب له علاجه وتجيب له أكله، وقامت بكل الواجبات بتاعته، حموم وأكل وشرب وغيار، وما خلتوش محتاج حاجة. وده كان على غير العادة. ما هي منى ما كانتش بتعمل كده. منى كانت دايما مختلفة معاه، وكان دايما صوتها عالي، وكانت دايما متضايقة، وكانت على طول مخنوقة. قومي اعملي، تقول له اعمل انت. ما كانتش بتعمل الحاجات دي كلها. اتفاجئ ان هي بقت كويسة، فقال لي يمكن عشان الحادثة وكده وهي زعلت عشاني. استمروا على كده من 5 سنين ل6 سنين، وهم على الوضع دوت. وهو خلاص أقلم نفسه وبقى يتحرك وهي مش موجودة. هي بتيجي من الشغل بتعمل الأكل، بتشوف جوزها، بتشوف طلبات جوزها، هدومه نضيفة، فرشه نضيف، أكله كويس، كل الحاجات دي. في يوم قام سامح من النوم على وجع جامد وصداع جامد قوي قوي قوي. بقى ماسك دماغه مش قادر، عمال بيندى على منى في المطبخ مش سامعة. قام دخل على المطبخ لقى مراته واقفة، بس شكلها متغير. فبص فيها يعني الشبه موجود، الجسم الشعر، بس الملامح الوش مختلفة. فبص كده، مش هي دي مراتي، ومش هي دي الشقة، دي مش شقتي. العفش محطوط، العفش نفس النظام بتاع الشقة اللي كنت فيها عشان اعرف اتحرك وامشي، بس دي مش شقتي. هي بصت قالت له عايز حاجة يا حبيبي؟ قال لها لا يا حبيبتي شكرا، انا كنت بس بشوفك بتعملي ايه. قالت له طيب يلا تعالى اقعد على السفرة عشان انا بجهز لك الاكل. سامح هنا حس برعب جامد، حس بخوف، ما بقاش قادر ينطق ولا يتكلم. قعد على السفرة
ومرتبك وقلقان. هي بصت له قالت له في حاجة؟ قال لها لا. قالت له انا عارفة ان انت فتحت. بص لها بذهول. قال لها انت مين؟ قالت له انا منى. قال لها لا انت مش مراتي، انت مين؟ قالت له بص انا هقول لك على كل حاجة. قال لها هتقولي ايه؟ انا مش مصدق اللي انا شايفه. قالت له تعالى معايا. فتحت باب الشقة وخدته من ايده. اتفاجئ ان دي مش شقة، دي فيلا نازل على دور تحتاني. في الدور اللي تحت بص لقى صاحبه محطوط في قفص ومتكتف وشكله وحش ومتعذب تعذيب جامد. قال لها ايه ده؟ ده خالد، ده خالد. مين اللي عمل فيه كده؟ قالت له انا. قال لها ايه اللي خلاكي تعملي فيه كده؟ قالت له انا عملت فيه كده وقتلت مراتك كمان. قال لها انت ليه عملتي كده؟ ليه عملتي كده؟ قالت له عشان مراتك كانت بتخونك مع خالد. قال لها ازاي الكلام ده؟ قالت له هو موجود وعارف. قال لها انت عرفتي منين؟ قالت له انا عارفه القصه كلها. هي كانت بتضايقك وهي اللي كانت بتنرفزك، وهي اللي كانت بتخليك تتخانق وبتخرجك عن شعورك عشان هي كانت بتخونك مع خالد، والاتنين كانوا بيتفقوا عليك وكانوا هيقتلوك وانا خلصتك منها. قال لها طب وانتي جيتي منين وانتي مين؟ قالت له انا الجنية اللي هي كانت محضراها من كتاب شمس المعارف، وانا لما شفتك مظلوم في حياتك معاها انا حبيتك، وانا رحت وخدتك من المستشفى وعملت لك الشقة دي وحطيت لك كل العفش ده فيها ونفس الترتيب بتاعه عشان تعرف تتحرك وتروح وتيجي. ولما انت فتحت انا كنت شايفة ان انت فتحت. قال لها طب وبعدين؟ قالت له صاحبك قدامك، اللي انت عايز تعمله معاه اعمله. قال لها انا عايز اخرج من هنا. قالت له انا مش هسيبك تخرج من هنا. قال لها يعني ايه؟ قالت له خلاص انت بقيت ملكي وبتاعي. طبعا هو حاول يسايس الدنيا، راح طالع معاه على فوق. قال لها خلاص انا رضيت ان انا اعيش معاكي وقبلت وخلاص. راح تاني يوم في الفترة اللي هي بتاعت بالنهار اللي كانت بتقوله أنا بروح فيها الشغل، لأن طبعا الجن بيبقى طول النهار تقريبا شوية منهم أو مجموعة منهم ما بتبقاش موجودة بالنهار. فهو انتهز الفرصة دي وخرج وخد المفتاح اللي كانت هي شايلاه وراح فاتح ونزل فتح لخالد. خالد خرج يجري، هو خرج على الاسم، خرج يجري على الاسم. قال لهم حصل 1 2 3، أنا خطفتني جنية وقتلت مراتي وكانت معذبة صاحبي. طب فين صاحبك؟ قال لهم معرفش، أنا فتحت له هو جري. قعد طبعا بيتكلم معاهم هما اللي في الاسم. قالوا ده حد بيهزي بقى، اتجنن عنده جنان. طبعا محدش صدقه وبيقولوا له طب اهدى، طب اتكلم زي الناس، طب احكي لنا. بص لقاها في وسطيهم موجودة واقفة بتبص له. طبعا هنا عرف ان هو مش هيقدر يتحرك تاني. خد بعضه وخرج من القسم، وهي خدته معاها ورجعته تاني على الفيلا. قالت له شفت، انت مش هتعرف تروح في اي مكان ولا في اي حتة الا هنا. انت بقيت ملكي انا عشان مراتك هي السبب، هي اللي كانت بتسحر وهي اللي كانت بتفتح الكتاب بتاع شمس المعارف وكانت بتعمل منه سحر ليك ولغيرك ولغيرك ولغيرك، وكانت شغالة في موضوع السحر وهي حضرتنا. أنا مش واحدة بس، إحنا كتير وأهلي هنا كتير، فأنت مجبر إنك تعيش هنا. واتحكم عليه لحد ما مات سامح وهو موجود ومحبوس في الفيلا دي، ومحدش عرف حاجة لأن طبعا مراته كانت جنية لمدة 6 سنين. ولحد هنا خلصت حكايتنا، ويا رب تكون عجبتكم.